يا صباح الورد والفل والياسمين، يا صباح كل حاجة حلو. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ انتوا بتوحشوني يا حبايب قلبي اكتر من قرايبي. اقسم بالله بتوحشوني اكتر من قرايبي. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ربنا يكبر بخاطركم يا رب وايدك السنة دي ان شاء الله تمس الكعبة، يا اللي تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من خالتك ام سما. حبيبة قلبي منورين ومشرفين يا حبايب قلبي، لسه بيشوفوا اول مرة القناة، منوريني يا حبايب قلبي. النهارده حبايب قلبي اليوم مليان طاقة إيجابية ونشاط، وخليكم إن شاء الله تقوموا تشوفوا اللي وراكم وتاكلوا أكل كده ومتفرجوا على أم سما، وفي الآخر قوموا اعملوا اللي وراك يا حبايب قلبي. هخليكي كده شعلة نشاط في قلب بيتك. ماشي يا حبايب قلبي؟ خليكي في الفيديو معايا للآخر، وإن شاء الله يا حبايب قلبي هتستفيدوا منه كتير بأمر الرحمن. يلا يا حبايب قلبي نبتدي الفيديو بتاعنا، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم النهارده يا حبايب قلبي كانت بنتي نور عيني طلبت مني كوبيبة ببط. كان عندي آخر دكر بط فوق ينفع يتذبح والله على السطح. قلت لها والله يا بنتي كان مستنيه الموسم، كنت سايباه بصراحه للموسم بتاع مولد النبي. كل سنه وانتوا طيبين يا حباب قلبي. قلت لها والله يا بنتي ما يتعزى عليك، قمت متصله على جوزي جايباه من الشغل عشان خاطر اذبحه، ما اعرفش اذبحه لوحدي. لو بطه او فرخه ممكن اذبحهم لوحدي، لكن الذكر البط بامانه الله ما بعرفش اذبحه لوحدي. المهم يا حباب قلبي نزلت كده تحت قبل ما اطلع للطيور ولا حاجتي. نزلت الاول تحت كده حطيت ميه عشان خاطر تغلي، وكنت اللهم صل على النبي هعمل كبابه كمان مخرطه الخضار ومقشره التوم. طلعت بقى على السطح حباب قلبي علشان خاطر جوزي يتكل عليا يروح شغله. اهم حاجه جبته اتصلت عليه قلت له بنتك عايزه تاكل بط، قال لي عيني يا ام اسامه جاي لك حاله وانا نفسي كمان فيه بامانه الله. قلت لهم يلا من بعد رمضان، اخر الفيديو بتاع رمضان بامانه الله ما ذبحتش بط من على السطح. بس يلا يلا بالف انا الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، مش بسم الله ما شاء الله. قول اللهم بارك يا حبايب قلبي. ما شاء الله ذكر البط كان عسل ما شاء الله، وتربيه ايده وحاجه واكله حاجه نظيفه كده يعني دي هو دوت حلاوه اللي انت تربي في قلب بيتك تاكل حاجه نظيفه. ماشي يا حبايب قلبي؟ بعد ما نزلت ما ذبحت ونزلت حبايبي وحطيت اكل للطيور وظبطتهم ونحلهم ونزلت، لقيت الميه غليت. واللهم صل على النبي. قمت حاطه لازما يا حباب قلبي الميه تغلي لتريش البط بالذات، علشان خاطر ريش البط بيبقى جامد لكن الفراخ بيبقى سهل، لازم تكون الميه منمله. ماشي غاليين. مسكت بقى يا حباب قلبي نضفته زي ما انتم شايفين كده، وكنت حاطه في الحله برضو ليمون عشان خاطر ما تزرقش مني واقعد ادعك فيها كتير. زي ما انتم شايفين كده يا حباب قلبي الميه غليت والحله زي ما هي. ماشي، او حط شويه خل. ماشي يا قلبي؟ ريشت بقى الدكر البط يا حبايبي زي ما انتم شايفين، وفتحته وطلعت القناصه بتاعته والكبده، ويعني روقت عليه يعني زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وحطيته في الحوض بقى يا مسامه، برضك ما سمعتش الكلام. الحوض اللي بتغسلي فيه المواعين حاطه فيه الدكر البط. والله والله يا حبايب قلبي انا بغسل بعد يعني بعد ما اكون حاطه اي حاجه زفر يعني في قلب الحوض، انا بغسله يا حبايب قلبي بالخل، وممكن لو عنده كلور احط شويه كلور واغسله تمام. يعني انت مش هتخافي عليا اكتر من نفسي. ماشي يا حبيب قلبي؟ اهم حاجه بقى يا حبيب قلبي كده شطفت البط لحد ما الميه بتاعته بقت قشطه بيضه. اوعي تنقعي الزفر طول ما الميه مدممه، اوعي تنقعيه. لما لحد ما الميه بتاعتك تبقى فوله زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي تقوموا نقعينه بقى. المحلول بتاعه بقى يا حبايب قلبي عملت يا ام اسامه؟ حطيت يجي 4 ليمونات يا حبايب قلبي، وحطيت على طحينه والله ما صلى على النبي حبه ملح. ماشي يا حبايبي؟ وسبته بقى يتنقع، وكملت بقيت اللي ورايا يا حبايب قلبي لازم اقل واجب يتنقع ساعه ساعه ونص، اقل واجب. عشان كده انا اول ما صحيت قمت نضفت الدكر البط. بألف هنا يجنن عين امك، وانا اقدر اخليكوا طلب بحبايب قلبي. ده انا عايشه عشان خاطر عيالي، بشقى عشان خاطر عيال، بربي الحاجات ديت عشان عيالي ما تحتاجش لحد ولا يقول لحد انا نفسي في اي حاجه. اللي نفسهم فيه انا اعمله لهم. ماشي يا حبايب قلبي؟ بص يا حبايب قلبي بقى، مسكت بقى الدكر البط من بره وجوه كده بقى بالطحينه. اهم حاجه الطحينه يا حبايبي، اهم حاجه الطحينه زي ما انتم شايفين. ودخله جوه كده الدكر البط وخليه ينعنش كده في قلب الحاجه. شفت يا حبايب قلبي؟ نغسل بقى الحوض اللهم صل على النبي بسبب بسبب الدكر البط، بسبب الزفاره. نغسله بالكلور والصابون. لا لا مش كلور، دي خل يا حبايب قلبي، لو كان عندي كلور كنت غسلت بالكلور كمان. ماشي يا حبايب قلبي؟ كل حاجه انا مسكتها لحد الحنفيه انا غسلتها كمان بالخل والصابون بتاعها. تمام يا حبايب قلبي؟ ونقوم شاطفينه بقى بشويه ميه برضك سخنين برضك يا حبايب قلبي، مش سخان برضك، عشان نبقى معقمين الدنيا. ماشي يا غاليين؟
ونعمل ايه بقى اللي ورايا يا حبايب قلبي. كنت انا زي ما قلت لكم اول الفيديو كنت مخرطه عشان اعمل الكوبابه بقى يا حبايب قلبي، مخرطه الخضار ومقشره التوم. بصوا يا حبايب قلبي الوصفه ديت انا كنت منزلاها الفيديو لوحدها، عشان هي طويله شويه، منزلاها فيديو لوحدها. وبامر الله برضو هحط لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع القرص اللي انا هعملها دي، الكوبابه ديت هحطها لكم في التعليق يا قلبي. ماشي يا حبايب قلبي، عشان انا لو عملتها في وسط اللي انا عاملاه ده كله الفيديو هيطول عليكم، وانا بصراحه ربنا قلبي عليكم مش ومش عايزه اغرمكم جامد يا حبايب قلبي وتتفرجوا عليا وقت طويل. ماشي يا غاليين. غسلت بقى الخضار وسبته عشان يتصفى، عشان ميبقاش لازما في الوصفه بتاعت الكبابه ديت الخضار ميبقاش فيه ميه خالص يا حبايب قلبي، ولا الرز. علشان خاطر دي سبب من اللي هي بتخليها تفشكل برضو الكبابه معاك او كفته الرز، انك يبقى فيه ميه. لازم يكون الرز مصفي جامد والخضار مصفي جامد. وهقعد بقى يا حبايب قلبي اخلصها، دي الخضار ودي اللحمه لازم تكون حمرا خالص يا حبايب قلبي. والرز غسلت الرز وجبت كبته وقعدت بقى اخد نفسي يعني كل ما اجي ارتاح بعمل شغله وانا برتاح والله. اهم حاجه يا حبايب قلبي خلصت بقى الوصفه يا حبايبي ووريتها لكم اهيت. دي خلصت انا عامله كيلو رز يا حبايبي على نص كيلو لحمه. الوصفه يا حبايبي موجوده بامر الله في التعليق، في اول تعليق بامر الرحمن. ماشي يا حبايب قلبي. هنيجي بقى نعلق على الدكر بعض بعد تنقع بقى. الكوبيبه عندي بتخبط لها يجي ساعه بأمر الله. اعملها لكم في بث برضك، في بث مباشر بأمر الرحمن. الكوبيبة بتقعد اكتر من ساعة اللي انا اقعد اعملها، اللي انا اضرب الخضار والرز واللحمة والكلام ده. المهم يعني بتاخد وقت يعني. اول ما عملت بقى الكوبيبة كانت الدكر البط كانت ناقية يا حبايب قلبي، والمية بتاعته لحد بقى فل. تعرفي الحاجة نضيفة ولا لا الزفر بتاعك من المية بتاعته. لقيت المية بتاعته معكرة، اعرفي ان الزفر مش نضيف. عيد على تاني. ماشي يا حبايب قلبي. جاي حطيت بقى يا حبايب قلبي ميه، وقمت حاطه في الدكر لحد ما يغلي، اشيل من عليه الريم. الحمد لله ما طلعش ريم يا ولاد، علشان خاطر انا غسلاكوا حلوه قوي، عشان كده ما طلعش ريم. وحطيت بقى يا حبايب قلبي البصلايه والجزرايه، والله ما صلى على النبي، والطماطمايه والحبان. بحب احط الحبان مفتوح عشان خاطر تاخدي ريحه يعني قويه يا حبايب قلبي من الحبهان. ماشي يا حبايبي. قمت سايباه ياخد ودي بقى مع بعضه كده، وقرب ما يجي يستوي احط له الملح. شوف السوا اللي عايزاه. في ناس بتحب تلات ارباع سوا، وفي ناس بتحبه يعني يشد شويه. بس امانه الله انا بحب السوا بتاعه مظبوط، ولا يشد ولا يبقى معجن. ماشي يا حبايبي. يعني يبقى لحمه كده طري كده، ما بحبش انا زي الزفر يبقى لحمه طري. المهم يا حبايب قلبي كان عندي كده شويه خوخ هيضربهم، كنت انا جايباهم اصلا والله علشان خاطر اعمله بشوربه كده يعني اسلقه. بيبقى احلى من الراني. شفت الراني اللي بره اللي بيبقى في العبوات ده بيبقى احلى من الراني. بجيبه بقى واغسله غسله تمام لحد ما ميته تبقى نضيفه برضك الخوخ، واقوم حاطه عليه السكر زي ما انتم شايفين، اقوم حاطه على البوتاجاز ياخد كام غلوه كده لحد ما الخوخه تضرب معاك. يعني تطرى، قصدي تضرب ايه يا مسام، تضرى استغفر الله العظيم يا رب. تطرى يعني تبقى طريه في تحت ايدك كده، عارف ان هو استوى. وتحط له حبه فانيليا وفص قرنفل. بس من اللي بين الحته دي ما صورتها. تحط عليها حبايب قلبي الخوخ، تحط عليه فص قرنفل وحبه كركديه عشان الميه تبقى حمراء، اللهم صل على النبي، وفانيليا. هتاكلي شويه خوخ عسل. اهم حاجه حبايب قلبي جوزي بقى الله يبارك له كانت بنت امبارح برضك. احنا ما نقدرش نتاخر حاجه عن عيالنا. مع عيالي يطلبوا حاجه بأمانة الله هين عليا يعني انط كده عشان اجيبها لهم. هو من عند تخين اجيبها. مش يا حبايب قلبي. نظري بقى وعيني هم عمر حياتي، هي عيالي، عيالي عمره كله. ماشي غاليين. اهم حاجه بقى بنتي كانت طالبه مني التين. قلت لابوها هتلاقيها تين نزلت. قال الراجل قال لها الاتنين ب10 جنيه. قلت له التلاته مرضاش. قلت لها تعالي يا بنت انا بكره اجيب لكم قفص. والله العظيم تروح جايبه لهم القفص دوت 10 كيلو ب 200 جنيه من سوق الجمله. وكلوا يا عيال وهسوا بال 200 جنيه. قعدوا عندنا يجي 3 ايام كلوا وهسوا بال 200 جنيه يا ولاد. ما هي الست الشاطره اللي توفر وتدبر يا حبيبه قلبي وتحب توفر كده. ماشي يا حبايب قلبي. هو كل واحد ليه رزق بس يلا بقى. هو رزقه اتقطع كده عشان خاطر هو مرضيش التلاته ب10. ده الحبايه في القفص واقفه بجنيه ونص وما تجيش ب2 جنيه. والله واقفه بجنيه ونص. ما يعني ما يبيع التلاته ب10 وهيبيع اكتر وهيكسب اكتر. اهم حاجه يا حبايب قلبي الخوخ استوى اهوت. هنحطه بقى في التلاجة يسقع. وعلقت على الكوبايه زي ما انتم شايفين، اللهم صل على النبي. واقطع الزفر. انا يعني في ناس بتقول لي يا مسامح حط دكر البط بحاله وحمريه بحاله في تحت الشوايه كده. يا حبايب قلبي ما يكون في العزومه، لكن كده انا كانش جوزي متحمر كده ما بياكلوش ولا عيالي. هو بيبقى شكله احلى طبعا في التقديم ما يكون الدكر البط بحاله كده. ما يكون في عزومه عنده ولا حاجه، واقوم يا حباب قلبي عاملاه. اللهم صل على النبي.
عامله له صلصه بالفلفل الاسمر والملح كده وحته سمنه، وام دهنه وشه ومحطاه في الفرن ومعليه الفرن على اخره، يا ايه ياخد لون عشان ما ينشفش معايا. ده في العزومات. لما اخش في العزومات انا بعمل ايه كده يا حبايب قلبي. وكده يا حبايب قلبي غسلت المواعين غير المواعين اللي كنت مراكم في الفيديو الاولاني. انا غسلت تاني، حطيت ستفتها التاني الاولانيه في قلب المطبخ، وغسلت تاني ايه طول ما انا واقفه كده اغسل في المواعين عشان خاطر ما اخلص الغدا مبقاش ورايا اي حاجه في قلب الحوض. ومسكت الارضيه برضو بتاعتي كده ما كانتش نظيفه خالص، قمت ماسكاها غسلاها بشويه بريل يا حباب قلبي، او صوص صابون سائل او شويه كلور، اي حاجه بينضف البلاط بيخليه فل. ماشي يا حباب قلبي، وقمت مسحاه زي ما انتم شايفينه كده. ودي كان الغدا بتاعنا يا حباب قلبي، ودول القاس يا حباب قلبي اللي انا مخزناه معاكم هنا على القناه. شوفوا ما شاء الله ابيض ازاي. ودي اخر الفيديو بتاعنا حبايبي، وشوفوا وشكم على الف خير.